كشف الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا عن الأسباب التي دفعته لطرد 3 لاعبين من الفريق الملكي خلال اللقاء الذي انتهى بتتويج برشلونة باللقب بعد فوزه 3-2 مساء السبت. وأوضح دي بورغوس في تقريره أن المدافع الألماني أنطونيو روديغر تلقى البطاقة الحمراء بعدما قام بقذف شيء باتجاهه من منطقة المدربين دون أن يصيبه. وأشار الحكم إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد اضطر إلى الإمساك بروديغر نظراً لسلوكه العدواني بعد الطرد. أما بالنسبة لجود بيلينغهام فقد أشار الحكم إلى أن اللاعب توجه نحوه بسلوك عدواني عقب نهاية المباراة قبل أن يتدخل زملاؤه للسيطرة عليه. وفيما يخص لوكاس فاسكيز الذي كان قد غادر الملعب مستبدلاً خلال المباراة فقد طرد في الدقيقة 120 بسبب احتجاجه على أحد القرارات ودخوله إلى أرض الملعب لعدة أمتار، إلى جانب قيامه بإشارات تعبر عن اعتراضه على القرار.